السلام عليكم، ازيكم يا جماعة ودايما ان شاء الله بخير. حقيقي فعلا المرتبتين دول شبه مستحيل انك تفرق بينهم. لو عايز تشتري واحدة منهم هتلاقي نفسك بتقول ازاي في فرق هنا عن هنا، ازاي دي اغلى من دي. النهارده ان شاء الله هنقول لحضراتكم الفرق بينهم، بالمناسبة اللي ورايا دي واحدة منهم. شاهد وقول لي رأيك. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو على صفحاتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. على اليوتيوب توكيل مراتب ينسن بدمياط، وعلى الفيسبوك توكيل مراتب ينسن دمياط. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة ودايما ان شاء الله بخير. معاكم النهاردة ان شاء الله مع فيديو جديد عن مراتب شبه بعض جدا. صعب جدا تفرق بينها الا لو كنت خبير. ليه لو كنت خبير؟ لانك لو شفتهم من الشكل الخارجي هتلاقيهم شكلهم زي بعض، عدا مثلا لون القماش او حاجات بسيطة جدا، لكن هتلاقي الارتفاع تقريبا زي بعض، شكل القماشة الخارجية شبه بعض، ما عدا الالوان زي ما قلنا لحضراتكم. النهارده هنقول لحضراتكم ليه فرق الفلوس اللي بينهم بيدفع فين. دايما منتج انجلندر اللي بيبقى شبيه لمنتج يانسن هو اللي بيبقى اغلى، وعشان كده هنبين لحضراتكم ليه منتج انجلندر اغلى من منتج يانسن. النهارده هنتكلم عن منتجين. المنتج الاول الارخص هو موديل الرويالتي اللي هيمثله استاذ محمود، او هيبقى هو هيقول المقارنه بتاعته. موديل الرويالتي من شركه يانسن، وموديل انجلندر اللي انا همثله ان شاء الله اسمه امريكان سبيريت. هنبدأ مع بعض بكذا وجه مقارنة، وهقول لحضراتكم وجه المقارنة بينهم أو وجه الاختلاف بينهم ووجه التشابه الشديد جدا بينهم. زي ما قلنا لحضراتكم أنا هبقى موديل أمريكان سبيريت، وأستاذ محمود أبو ملوى هيبقى موديل رياليتي من يانسن. وجه المقارنة الأولى وهو ارتفاع المرتبة. ارتفاع المرتبة ريالتي من يانسن 35 سنتي، في حين إن ارتفاع المرتبة من انجلندر امريكان سبيريت 34 سم. طبعا السنتي ده لا يعتبر وما يتقاس، يعتبر المرتبتين ارتفاع واحد، ويعتبر نقطة لكل مرتبة، مفيش فرق بينهم. دي 35 موديل رياليتي، وموديل امريكان سبيريت 34. وجه المقارنة الثاني وهو هل المرتبة تعمل على وجه واحد أو المرتبة تعمل على وجهين. المرتبة بتعمل على وجه واحد اللي هي ريالتي من يانسن. وايضا موديل الامريكان سبيريت بتعمل على وجه واحد. وطبعا معلومه لحضراتكم، جميع منتجات شركه يانسن وانجلندر التي تحتوي على ميموري فوم او طبقه لاتكس بتعمل على جهه واحده، بتعمل على وجه واحد. وجه المقارنه اللي بعد كده معانا وهي نوع السوست وعددها في كل نوع. السوست في مرتبة ريالتي من يانسن بتبقى عبارة عن 255 سوستة بالمتر المربع. سوسته منفصله طبعا. سوستة منفصلة طبعا، واحنا عارفين وأستاذ فادي كان شرح مرارا في الموضوع ده إن هو عشان تعزل الشخص اللي نايم جنبك ما يحسش بأي تقلبات أثناء النوم، أو لو حد جاي ينام ما يحسش بتقلبات اللي نايم ما يحسش ما بيها. يزعجوش، كأن كل تمام. واحد نايم لوحده، كأن كل واحد منفصل عن الشخص اللي جنبه. في موديل الامريكان سبيريت ايضا 255 سوسته منفصله في المتر مربع. المرتبه طبعا لما تيجي تحسبها هتلاقي عدد السوست كتيره جدا في المرتبه اجمالا. ده طبعا بيقدم دعم كويس جدا. وطبعا السوسته المنفصله زي ما استاذ محمود قال بتعزل الشخص عن اللي نايم جنبه في الحركات الفجائيه، وبالتالي تبقى لنوم افضل بدون ازعاج. كده خلصنا الفرق بتاع السوست. معلومه برضو بالنسبه للسوست، هي بيقال ان السوست في المنفصله في موديل امريكان سبيريت ارتفاعين، ارتفاع العادي المتعارف عليه وارتفاع اقل. بس المعلومه مش اكيده، بس انا قلت اقولها لحضراتكم عشان في معلومه مختلطه في بعض البوستات من الشركه الرسميه بيتقال فيها ان الموديل الامريكان سبيريت فيه ارتفاعين، وفي بعض البوستات التانيه بيتقال ان هي ارتفاع واحد. يعني ايه اللي هو ارتفاع؟ الميكرو. اه، يعني ايه سوست عاديه منفصله، ويعني ايه سوست منفصله مايكرو. السوسته المنفصله العاديه اللي هي بتبقى الارتفاع العادي سنتي، ارتفاع السوسته المنفصله العادي بيبقى 17 سم. بيبقى في سوست مايكرو صغيره بتبقى اقل من كده. وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان كل سوسته تقدم دعم مناسب للاجزاء، للانحناءات او الكيرفات اللي موجوده في الظهر بتاعه الشخص. يعني زي ما حضرتك شايف الظهر بيبقى عامل كده والوسط كده وهكذا. ايا كان الجزء اللي بيبقى محتاج دعم قوي او دعم صلب بيبقى السوسته المنفصله المقاس العالي او ال 17 سم فيه انسب، فيه بتقدم دعم افضل. الكيرفات اللي بتبقى نازله زي مثلا عضله السمانه، مثلا عضله السمانه بتبقى محتاجه حاجه تاخدها وتنزل شويه او تمتصها. هنا وهنا بيبقى وظيفه السوسته المايكرو المنفصله الاقل اللي بتقدم دعم اقل عشان تستقبل العضله او تريح الجسم لكل اجزاء الجسم المختلفه. دي وظيفه السوسته المنفصله لو موجوده في امريكان سبيريت
يبقى في طبعا ده وجه اختلاف كبير جدا. بس الحقيقه احنا لسه مش متاكدين من المعلومه، لكن نقولها لحضراتكم برضو عشان تبقوا عارفين، وان شاء الله هتواصل مع بعض اللي عايز يسال ان شاء الله هنتاكد من المصنع وهنقول لحضراتكم في اقرب وقت هل المرتبه فعلا تحتوي على ارتفاعين من السوسته المنفصله ولا ارتفاع واحد. كده انتهينا من النقطه دي. النقطه اللي بعد كده الجايه القادمه معانا ان شاء طبقات الله، المرتبة. وهي ايه؟ طبقات المرتبه الداخليه. وسواء المرتبه طبعا جزئين، جزء سفلي جزء علوي. هنبدا مع استاذ محمود. المرتبة طبعا الرويالتي بتتكون من جزئين، الجزء اللي هو اللي تحت المرتبة اللي هو الجزء السفلي للمرتبة اللي هي فيها ايه السوست المنفصلة، والجزء اللي فوق فيه طبقة بلوتوب طبعا من وجه واحد من سفنج يانسن، عبارة عن سفنج سوبر سوفت ارتفاع 3 سم كثافة 30. كثافه 30 اه كده. وفيها طبقة من الميموري فوم ارتفاع 4 سم كثافة 70. طبعا ده من وجه واحد. ايضا بالنسبه لموديل امريكان سبيريت بيتكون من جزئين، الجزء الاول السفلي مرتبه برضه صوره منفصله، والجزء العلوي بيحتوي ايضا على طبقه ميموري فوم 4 سم كثافه 70 ايضا، وطبقه سفنج كثافه عاليه من انجلندر كثافه 33. الفرق الوحيد هنا ان كثافه الاسفنج 33 وهنا كثافه الاسفنج 30. كثافه الاسفنج 30 يعني ايه 33 يعني ايه 30؟ كل ما كثافه السفنج زادت كل ما المرتبه بقى فيها دعم افضل، يعني ما بتنزلش معاك اكتر. كل ما الكثافه كانت اقل كل ما المرتبه كان دعمها اقل فتنزل اكتر. فده يرجع لحضرتك، لو عايز مرتبه اطرى يبقى الرويالتي هتبقى اطرى، لو عايز مرتبه دعمها افضل هيبقى امريكان سبيريت انسب لحضرتك. فرق السعر ان هو اكتر طبعا، امريكان سبيريت سعرها اغلى من موديل رياليتي، لكن الفروقات بسيطه جدا زي ما حضراتكم شايفين. مرتبتين مستوى رفاهيه عالي جدا، طبقات الميموري فوم والمكونات الداخليه فخامه من الالف الى الياء، اذا كان القماشه الخارجيه، اذا كان المكونات الداخليه، اذا كان فينش التقفيل، كل حاجه الحقيقه ممتازه. ان شاء الله بالتوفيق وتختاروا صح. نراكم قريبا. سلام عليكم.